6 مليون جنيه تجيب عربيات ايه في مصر دلوقتي؟ اكتر سلسله بتجيب لي ريتش وفيوز، ومع ذلك اكتر سلسله بتخاذل فيها. الفقري هيفضل فقري. جي ال سي 300 من 5 مليون 800 ل 6 مليون و200. الجي ال سي عامه بشكل عام تعتبر دلوقتي هي اكتر عربيات مرسيدس نجاحا في العالم، والاي كلاس الجديده نفس السعر بالظبط تقريبا. بالمناسبه ايه رايكم في شكل الاي كلاس الجديده؟ عامل قلق كبير جدا، ناس كتير حبيته وناس كتير ما حبيتوش. انتوا ايه رايكم؟ بي ام دبليو اي 5 الكهرباء ب 6 مليون و200، وال5 سيريز العاديه بحوالي 5 مليون و800، ده لو لقيتها بقى في اي حته. العربيتين دول تقريبا نفس الشكل ونفس السعر، هو تفضيلك بقى، انت بتحب البنزين ولا بتحب الكهرباء؟ اكس 5 كسر زيرو موديل 24 او اكس 6 موديل من 2021 كده. اختيار صعب جدا، تجيب الاكس 5 اللي ماشي قليل ولا الاكس 6 اللي ماشي اكتر بس اروش. رينج روفر فيلار زيرو او سبورت مستعمله، بس دي هتبقى نوادر يعني، وده هو وقت الرينج روفر، موسم الساحل جاي خلاص والدنيا هتولع. بورش تايكن كسر زيرو، اول عربيه فولي الكتريك من بورش. العربيه دي بيقولوا انها جميله جدا، بس مشكلتها ان الرينج بتاعها صغير حبتين. بورش مكان زيرو الكهرباء الجديده ب 6 مليون برضه، كنت بحبها بصراحه وهي بنزين اكتر، بس لكل عصر نهايه. اودي كيو 8 اس لاين زيرو، منافسه الاكس 5 والجي ال اي، اللي ارخص منهم هما الاثنين. واخيرا مازيراتي جريكالي، اسمها شيك قوي كده، تحس انك رايح سيزلر بتطلب باستا مثلا، اسمها باستا جريكالي. ومن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف، انت ربنا كرمك ومعاك 6 مليون جنيه، تختار ايه عربيه تجيبها من العربيات اللي أنا قلتها دي؟ ولا تنسى الفولو او السبسكرايب.